أهلا بكم في مصر القديمة، مكان الفراعنة والأهرامات. كان المصريون القدماء أذكياء جدا، صنعوا أشياء مذهلة لا نزال نراها حتى اليوم. هيا بنا نذهب في رحلة لنتعلم المزيد. تخيلوا زمانا بعيدا، الشمس حارقة، الصحراء واسعة وفارغة، ثم ترونها، الأهرامات، أشكال ضخمة ومدببة في الرمال. كيف وصلت إلى هناك؟ من بناها؟ هيا بنا نكتشف. كانت الأهرامات مقابر للفراعنة. الفراعنة كانوا ملوك مصر. كان المصريون يؤمنون بالحياة بعد الموت. أرادوا أن يكون الفراعنة مرتاحين في مقابرهم. الأهرامات قديمة جدا. أقدم هرم عمره أكثر من 4500 عام. هذا أقدم من أجدادكم وأجداد أجدادكم وحتى أجدادهم. هل يمكنكم أن تتخيلوا؟ الأهرامات ضخمة. أكبر هرم هو هرم الجيزة الأكبر. طوله يعادل مبنى من 40 طابقاً. استغرق بناء كل هرم آلاف الأعمال. استخدموا أدوات بسيطة مثل الأزاميل النحاسية والمطارق الخشبية. الأهرامات أكثر من مجرد أكوام كبيرة من الصخور. في الداخل توجد غرف سرية وممرات. زين المصريون الجدران برسومات وهيروغليفية. الهيروغليفية هي صور تمثل الكلمات، تحكي قصصاً عن الفراعنة وحياتهم. الجزء الرابع: الرحلة إلى الحياة الأخرى. في هذا الجزء سنستكشف المعتقدات المصرية القديمة حول الحياة بعد الموت. اعتقد المصريون القدماء في الحياة ما بعد الموت. كانوا يؤمنون بأن الروح تستمر في العيش بعد مغادرة الجسد. كانوا يعتقدون أنه عندما يموت الناس تذهب أرواحهم في رحلة إلى الحياة الأخرى. هذه الرحلة كانت مليئة بالتحديات والاختبارات. لكن أولاً يجب الحفاظ على الجسد، وهنا يأتي دور التحنيط. كان التحنيط ضرورياً لضمان بقاء الجسد سليماً في الحياة الأخرى. كان التحنيط عملية طويلة ومعقدة. كانت تتطلب مهارات خاصة ومعرفة دقيقة بالتقنيات القديمة. كان يستغرق حوالي 70 يوماً لتحنيط جثة. خلال هذه الفترة كان الكهنة يعملون بجد لضمان نجاح العملية. أولاً، كان الكهنة يزيلون الأعضاء. كانوا يعتقدون أن إزالة الأعضاء الداخلية يساعد في الحفاظ على الجسد. ثم، كانوا يجففون الجسد بالملح. الملح كان يستخدم لإزالة الرطوبة ومنع التحلل. أخيراً، كانوا يلفون الجسد بضمادات من الكتان. هذه الضمادات كانت تحمي الجسد وتساعد في الحفاظ عليه لآلاف السنين. الجزء الخامس: كشف الأسرار. لماذا حنط المصريون موتاهم؟ كان المصريون القدماء يؤمنون بالحياة بعد الموت، وكانوا يعتقدون أن الروح تحتاج إلى جسد لتعود إليه بعد رحلة الحياة الأخرى. تخيلوه مثل المنزل للروح، حيث يمكنها العودة والاستقرار. كانوا يعتقدون أن الروح تحتاج إلى جسد لتعود إليه بعد رحلة الحياة الأخرى. تخيلوه مثل المنزل للروح. كلما كان الجسد محفوظاً بشكل أفضل، كلما كانت الروح أفضل في الحياة الأخرى. لذلك، بذلوا جهوداً كبيرة في عملية التحنيط لضمان الحفاظ على الجسد. كلما كان الجسد محفوظاً بشكل أفضل، كلما كانت الروح أفضل في الحياة الأخرى. دفنت المومياوات مع كل أنواع الأشياء التي قد يحتاجونها في الحياة الأخرى. لم يكن الأمر مجرد الحفاظ على الجسد، بل كان يتعلق أيضاً بتوفير كل ما قد يحتاجه الشخص في رحلته الأبدية. دفنت المومياوات مع كل أنواع الأشياء التي قد يحتاجونها في الحياة الأخرى، من الطعام والملابس إلى الأثاث وحتى الحيوانات الأليفة. كانوا يعتقدون أن هذه الأشياء ستساعدهم في الحياة الأخرى وتجعلها أكثر راحة. دفنوا مع الطعام والملابس والأثاث وحتى الحيوانات الأليفة. لم يتركوا شيئاً للصدفة، حتى أنهم دفنوا مع ألعابهم المفضلة. كانت هذه الأشياء تعتبر جزءاً من حياتهم اليومية، وكانوا يريدون أن تكون معهم في الحياة الأخرى. هل يمكنك أن تتخيل أن تدفن مع لعبتك المفضلة؟ هذا يظهر مدى أهمية هذه الأشياء في حياتهم، ومدى اعتقادهم في الحياة بعد الموت.
كانت هذه الممارسات جزءاً من ثقافتهم وديانتهم، مما يعكس عمق إيمانهم بالحياة الأبدية. الجزء السادس: إرث محفور في الحجر. الأهرامات والمومياوات نافذة على الماضي، تخبرنا عن معتقدات المصريين القدماء وتقنياتهم وأسلوب حياتهم. صمدت هذه الآثار لآلاف السنين. اليوم يأتي الناس من جميع أنحاء العالم لرؤية الأهرامات والمومياوات. تلهم هذه العجائب القديمة الرهبة والتعجب. إنها تذكرنا بقوة الإبداع البشري وألغاز الماضي. الجزء السابع: المغامرة مستمرة. في هذا الجزء سنغوص أعمق في أسرار الحضارة المصرية القديمة. تنتهي رحلتنا إلى عالم الفراعنة هنا، ولكن هذا ليس نهاية القصة، بل هو بداية جديدة لاستكشافات لا تنتهي. لكن الاستكشاف لا يجب أن يتوقف. هناك الكثير لنتعلمه ونكتشفه عن هذه الحضارة العريقة. هناك العديد من الألغاز التي يجب كشفها، والكنوز التي تنتظر من يكتشفها، والقصص التي يجب أن تروى عن مصر القديمة. اقرأوا الكتب وشاهدوا الأفلام الوثائقية، وقوموا بزيارة المتاحف لتغمروا أنفسكم في هذا العالم الساحر. لمعرفة المزيد عن هذه الحضارة الرائعة، كل زيارة وكل كتاب يفتح نافذة جديدة على الماضي. من يدري ما هي الأسرار الأخرى التي قد تكتشفونها؟ ربما تكونون أنتم من يكتشف السر الكبير التالي. رمال الزمن تحمل عجائب لا نهاية لها في انتظار أن تكتشف. استمروا في المغامرة واستمروا في الاستكشاف.